السلام عليكم. عندي شي كلام هنا الإخوان مهم بزاف، بغيت نقولو يتسمعوا. ملي كنقول عندي كلام مهم بزاف، عرفوا بأن فعلا راه كاين واحد الكلام يجب الإنصات له. احنا الإخوان كصناع المحتوى، يعني حسبني كندير فيديوهات على اليوتيوب، على الفيسبوك، على التيك توك، على انستغرام، وكنتكلم في أمور السياسة. أعيد، كنتكلم في أمور السياسة. فاعلموا الإخوان بأننا حنا اللي كاينين في الساحة كاملين بينا مجرد كنراوغوا. كتعرف شنو هي المراوغة؟ وإلا جيتي تقول كلمة الحق أقسم بالله ما خصك في الحبس. تصور أن القلب ديالي عايفرقع، عندي شي أمور هنا خطيرة باغي نقولها والله ما قادر. علاش كنقول لك هذا الكلام هذا؟ ماشي غير باش تسمع وتمشي وصافي، لا، كنقول لك هذا الكلام هذا باش تدخلو في راسك وتفهم بان الحقيقه راه ما كيقدر يقولها حتى شي واحد. نتحدى اي واحد يتكلم في الامور اللي هي خاص المواطن يفهم، ولكن كاين واحد الحاجه اخرى اللي هي شويه شويه كتفرح. شنو هي؟ هو ان هذاك المراوغ لما كيبقى يراوغ وما كيسجل حتى هدف، هذاك المراوغ كيبغي بعض المرات يوصل لك شي حاجه اللي انت خصك تحللها بعقلك وتفهمها. يعني مجرد كيلمح، مجرد كيبغي هو خصو يبلغ لك هذيك الحاجه ولكن ما قادرش. عندك السياسه، عندك الامور د الدين الى تعلقت بوزاره الاوقاف والشؤون الاي اللي عليا انا قلت لكم باش ما تقولوش يا ودي راه ما كنقول لكم والو، وباش ما تبقاوش عندكم ديك العقليه بان راه فلان ما قالش كلمه الحق، او لا فلان ما وصلنا والو، او لا هادشي اللي كيروش مواقع التواصل راه هو الحق. هذه النقطه المهمه اللي خصك تركز عليها مزيان، هو ان اي واحد كيتكلم في الامور د السياسه في مواقع التواصل او في الجرائد او في الاخبار، ولا واحد كيقول كلمه الحق، وديك الشيء هذا كامل مجرد كلام فقط. منهم من يبتغي به عطس فلوس، يعني كيقول لك اللهم نخرج نتكلم شويه وندخل شويه د الفلوس، ولا ما ندخل والو، وانا كلمه الحق راني ما نقولهاش وما نقدرش نقولها. هذه باش يفهمها، لان شوف كاين اللي كيبغي يقرب لك شويه ما يعطيها لكش ليدك، ولكن هذا هو يدك، هو كيبغي يقرب لك شويه. مي يبغي يقرب لك شويه حاول انت تمد يدك هيدا باش تشد ديك الحاجه. يعني خصك تخدم عقلك وتحاول ما امكن انك تحلل، ولكن الا ما كنتيش كتقرا بغيت نقول لك شنو اللي باغي خصك تقرا. تقرا الواقع، تقرا شويه الدين، تصنت لعلماء الدين، تصنت العلماء الكون، تصنت العلماء اللي كيتكلموا في الاخبار، تصنت مهنه ومهنه ومهنه، وتحاول ما امكن انك توصل لشي نتيجه. هذه مفردك انت. اما انا غنوصل لك الحق، الكلمه الاولى والاخيره نقولها لك. ما كاينش شي واحد اللي يقدر يقول كلمه الحق من اللي كيفهم، واللي ما كيفهمش هذاك هكا يهضر وصافي. اما الحقيقه اللي عارفها انا رانا عارفه، ولكن الا قلتها غنمشي للحبس، غنتغبر، ما بقاوش تشوفوني. وماشي زعما كندعي، لا، ديك الشيء بالدليل بالادله، ادله شرعيه وادله من القانون ومن السخط لك حل كامل. ولكن الاخوان عرفوا باني لا قلت هذه الكلمه راه والله العظيم ما ندور على وجه الارض، وما ينصرني حتى شي واحد، ما عنديش الانصار. نحن غرباء في واحد الزمان كنعيشوا فيها الاخوان، اللي هو زمان اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كان الحديث يعني فيه ما فيه يعني في السند ديالو، إنما المعنى ديالو صحيح. القابض على دينه كالقابض على الجمر. وحديث آخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. تصوروا معي في الوقت اللي احنا كنعيشوا فيها الإخوان دابا الآن، واحد كيقول للمسلم، كيقول له انت مجرم، وكيقول له انت ارهاب، وكيقول له انت كهنوت، وكيقول له انت هو مسلم. كعرفش اني كلمة مسلم هو واحد الانسان اللي على واحد الدين اللي هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه للعالمين، الذي ارتضاه للناس. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واحد مسلم يعاير بدينه، واحد مسلم يطعن فيه. أضعراف في هذا الوقت هذا اللي احنا كنعيشوا فيها الإخوان، أنك أنت بمجرد عندك لحية في وجهك خلقها الله، والله سبحانه وتعالى ميز المسلم، ميز الرجل من المرأة ببعض الأشياء، ومنها اللحية، الرجل باللحية والمرأة بدون لحية. فهذه فطرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ذو لحية، والأنبياء كلهم عليهم السلام كانوا عندهم اللحية. يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. موسى عليه السلام، هارون أخ موسى عليه السلام قال لموسى: يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي. شد موسى عليه السلام من اللحية ديالو هيدا، بقى كيدي ويجيب. دابا الآن المسلم يعاير بدينه، يعاير بلحيته، يعاير. لماذا؟ لأن الإخوان كان يعيشوا في واحد الزمان اللي هو الفتن اللي فيه، والله العظيم الإخوان فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يصبح الرجل مؤمنا، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا أخطر زمان اللي كان يعيشوا فيها الإخوان، هو واحد الزمان اللي الإنسان الإخوان عايش في زمان كقطع الليل المظلم، فيه فتن كقطع الليل المظلم. وإحنا الإخوان أشرنا لكم أن كلمة الحق راه ما يقدر يقولها حتى شي واحد، هذه باش تفهموها. اللي مسلم أصبح غريبا، الإسلام أصبح غريبا، وصاحبه اللي اعتنق الإسلام أغرب منه من الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله الإخوان، وحسبنا الله ونعم الوكيل.